بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وإطلالة جديدة من برنامج دقائق. في الدقائق التالية سوف نعرض موضوع لكي نوعي به المشاهد في الوطن العربي عن من هو محمد الجولاني. طبعا الأحداث في سوريا ما زالت مستمرة، وهناك طبعا عندما نتحدث عن الجولاني لابد أن ندرك أنه جاء من ضروب القاعدة إلى قصر الحكم في دمشق، ولكن هذا المشوار وهذا السيناريو الذي جاء بالجولاني إلى قصر الحكم في دمشق يعني يعطينا تساؤلات كثيرة جدا إذا عرفنا المشاهد الكريم بمن هو محمد الجولاني والسيرة الذاتية لمحمد الجولاني الذي أصبح الآن اسمه أحمد الشرع، وهو في الحقيقة اسمه أحمد الشرع، ولكن محمد الجولاني هو الاسم الحرقي الذي كان يعني يلقب به بين أنصاره في تنظيم القاعدة الذي بدأ مشواره من هذا التنظيم. الجولاني ولد، أو محمد الجولاني أحمد الشرع ولد في عام 1982 ونشأ في أحد أحياء دمشق. كانت عائلته ميسورة ولها باع في السياسة. بدأ دراسته في الطب ويبلغ حاليا 42 عام، وبدأت أول علامات التطرف الفكري يعني النظرة للأمور بغير موضوعية تظهر على الجولاني في 11 سبتمبر 2001، الأحداث التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن وقتها بدأ يحضر خطب دينية واجتماعات سرية في ضواحي دمشق. وبعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003 توجه للقتال هناك وانضم إلى تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. وإن كنت يعني أنا لدي وقفة على أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة وبن لادن وكله، يعني هو صناعة أمريكية، وأنا من وجهة نظري أن التنظيمات الإرهابية هي قواعد أمريكية في المنطقة العربية، يعني مثل أمريكا ما لها قواعد عسكرية معلنة بشكل معلن، لها هذه التنظيمات السرية التي تستخدمها للضغط على الأوطان العربية بين الحين والآخر. طبعا اعتقل الجولاني عدة مرات من قبل الجيش الأمريكي، ولكنه بقي في العراق، يعني قعد في العراق فترة طويلة. تزامن هذا مع ظهور تنظيم داعش في العراق بقيادة أبو بكر البغدادي. مع اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 أو الأحداث التي حدثت في الوطن العربي عام 2011 زادت شهرة الجولاني عندما أرسله البغدادي إلى سوريا لتأسيس فرع لتنظيم القاعدة في سوريا تحت اسم جبهة النصرة. يبقى إذن جبهة النصرة الذي أسسها أبو بكر البغدادي والذي قادها لأول مرة محمد الجولاني هو الآن الذي يحكم دمشق باسم أحمد الشرع. الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها تفعل الشيء وضده. يعني صنفت الولايات المتحدة الأمريكية جبهة النصرة ككيان متطرف ووضعته على قائمة التنظيمات الإرهابية، وما زال هذا التصنيف قائما حتى اللحظة. يعني حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تصنف جبهة النصرة التي تحولت فيما بعد إلى هيئة تحرير الشام إلى يعني جماعة إرهابية متطرفة ووضعتها على قوائم الإرهاب. وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أو رصدت الولايات المتحدة الأمريكية 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني. طبعا مع اشتداد حدة القتال في سوريا عام 2013 وتزايدت طموحات الجولاني، فقد حد دعوات البغدادي لحل جبهة النصرة ودمجها مع عمليات القاعدة في العراق. ومع ذلك أعلن الجولاني ولاءه لتنظيم القاعدة، إذ خاضت جبهة النصرة معارك ضد داعش وقضت على الكثير من التنظيمات داخل المعارضة السورية. في أول مقابلة تلفزيونية للجولاني كانت مع قناة الجزيرة، وطبعا وقتها يعني الجولاني تحدث على يعني أنه يرفض كل الإجراءات التي تحدث في جنيف لحل الأزمة السورية. كانت هناك اجتماعات حول الأزمة السورية، وكان هناك مبعوث للدعم في سوريا، وكان هو ضد هذه. وقال الجولاني
في تلك المقابلة الموجودة. يعني احنا ممكن نجيبها من قناة الجزيرة، موجودة، كانت أول مقابلة ليه في 2014، أن هدفه تطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا. الشخصية الحقيقية لمحمد الجولاني اللي هو أحمد الشرع هو متطرف برجماتي. وطبعا يعني كلمة برجماتي هو الشخص الذي لديه قدرة وعلم على الحفاظ على هدوءه. والبرجماتية تحديدا هي فلسفة يجعل الناس يبحثون عن الطرق والأشياء التي تحقق لهم أهدافهم بشكل أفضل وتساعدهم على تحقيق غاياتهم المرغوبة تحت أي ظرف. يبقى إذن هو شخص نفعي. يعني بيمتاز الشخص البرجماتي إلى يعني لديه مهارة في الاتصال، مهارة في تغيير اللغة وشكله، وما حدث مع محمد الجولاني بشكل واضح. تغيير المواقف يأتي من موقف إلى موقف حسب المنفعة وحسب القدرة على التكيف. والشخص البرجماتي زي ما قلت أنا هو شخص نفعي ويهتم بمجريات الواقع ويسير أموره حسب الواقع. إذا كان الواقع ضد التنظيمات الإرهابية فهو ضدهم، إذا كان الواقع مع التنظيمات الإرهابية فهو معهم. ولذلك يعني هذه الشخصية العامة والتي ظهرت في محمد الجولاني منذ أن قام بتغيير اسمه ثم عاد إلى اسمه الأصلي، ثم بعد ذلك غير من هيئته وشكله يعني قبل أن يستولى على دمشق. وبالتالي كل هذه الأمور تؤكد على أنه لديه فكر ولديه استراتيجية ولديه سياسة يريد أن ينفذها حتى لو كانت ضد بعض القواعد الأساسية، فهو يشكل خطورة كبيرة جدا على الأمن والسلم إذا تم تمكين الأمور له قولا واحدا. منذ انفصاله، طبعا عشان احنا بنتكلم عن هو شخصية نفعية، منذ انفصاله عن يعني القاعدة في عام 2016 حاول تغيير صورته وتقديم نفسه في مظهر أكثر اعتدالا. وطبعا يعني وكالة فرانس بريس المتخصصة في التنظيمات الإسلامية في سوريا المراسلة بتاعتها قالت أنه متطرف برجماتي، وهي الشخصية التي وصفته به. في المقطع المصور الذي أعلن فيه قطع علاقته بتنظيم القاعدة، يعني هو عندما أعلن قطع علاقته بتنظيم القاعدة كان في مقطع مصور. قال الجولاني الذي كشف عن وجهه للجمهور لأول مرة منذ 2016 كان يظهر دائما متخفي وبلحية، ولكن عندما يعني جاء وظهر لأول مرة في 2016 وهو يرتدي زيا عسكريا ويرتدي عمامة، وهذه طبعا يعني الشكل وهذه الهيئة تؤكد على أيديولوجيته السياسية. مهد الجولاني الطريق لنفسه ليؤكد سيطرته الكاملة على الجماعات المسلحة المتفرقة في سوريا، وهذا الأمر يدعونا إلى أن نذهب إلى أمر بعيد جدا جدا، وهو من الذي دعمه ماليا وسياسيا وعسكريا ومكنه من كل هذه الأمور. قولا واحدا الولايات المتحدة الأمريكية التي ستظهر حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة موقفها في السرد التالي الذي أتحدث فيه. في عام 2021 أي قبل تمكنه من مقاليد الأمور في سوريا ب3 سنوات، قال الجولاني في مقابلة مع شبكة BBC الأمريكية، BBS الأمريكية، شبكة BBC البريطانية طبعا، لا دي شبكة BBS الأمريكية، قال أن هيئة تحرير الشام لا تشكل أي تهديد للغرب وأن العقوبات المفروضة عليها غير عادلة. في كام؟ في 21. وقال في المقابلة: نعم لقد انتقدنا السياسات الغربية، ولكن شن حرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا من سوريا ليس صحيحا، ولم نقل أننا نريد هذا القتال. يعني هو في هذه المقابلة كشف عن وجهه الحقيقي. والسؤال الذي يطرح نفسه: الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، والمقابلة الوحيدة التي يعني كانت للجولاني في 2021 كانت من مراسلة أمريكية. نربط الأمور ببعضها. إذن يعني المكافأة التي رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية أمر شكلي، لأن المراسلة هي مراسلة أمريكية وكانت تستطيع أن تدلي بمعلومات قيمة عنه، وتستطيع أن تأخذ المكافأة إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقبض عليه أو تريد أن يعني
تحصل على هذا الصيد الثمين. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في الخفاء هناك سيناريو يربط بين علاقة الولايات المتحدة الأمريكية والجولاني بشكل مباشر. الولايات المتحدة الأمريكية رصدت هذه المكافأة لكي يعني تحدث تضليل إعلامي، لكنها تدرك وتعرف مكانه، والدليل على أن هذه المراسلة الصحفية التي استطاعت أن تصل إليه وتجري معه هذا الحوار الذي وضح فيه أنه ليس ضد الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، ولن يعني إذا مكن فيها الأمر في سوريا لن يكون ضدهم أو يحدث أي قتال أو حرب بينهم وبين المصالح الأمريكية الغربية في سوريا. لأنه طبعا هذا الأمر يجعلنا نقول أن هذا محمد الجولاني أو أحمد الشرع هو صناعة أمريكية بامتياز، وأمريكا هي التي مكنته، هي التي دعمته، وهي التي رصدت المكافأة لكي تضلل الرأي العام وتتحدث على أن أحمد الشرع مطلوب لديها. في الوقت نفسه المراسلة تصل إليه وتجري معه الحوار، فهذا الأمر يؤكد على تناقض مواقف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ننظر إلى هذه الأمور بشيء من التحليل. إذا كان لدينا محللين يستطيع المحلل أن يرصد الأحداث ويأخذ الواقع ويجد هناك تناقض كبير جدا في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، فهي من أعلنت المكافأة وفي نفس الوقت هي التي تعرف مكانه جيدا من خلال المراسلة الصحفية. طبعا على مدى السنوات الخمس الماضية سيطرت وأدارت هيئة تحرير الشام آخر معقل معارض رئيسي في سوريا في منطقة أدلب في شمال غرب البلاد، حيث يعيش حوالي 4 مليون سوري معظمهم من المهاجرين والنازحين. طبعا الهيئة أو هيئة تحرير الشام يعني الذي يتتبع أعمالها منذ بدايتها ومنذ انسلاخها عن جبهة النصرة أو تغيير اسمها بشكل كبير أحدثت انتهاكات كثيرة جدا جدا نحو المدنيين. يبقى إذن هي ليست جبهة ديمقراطية تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان، في حين أنها ارتكبت انتهاكات كثيرة جدا. هي تنفذ فقط السيناريو الأمريكي. من ضمن هذه الانتهاكات والولايات المتحدة الأمريكية تعلمها جميعا والوطن العربي كله يعلمها، خلال الأعوام اتهم سكان وأقارب معتقلين ومدفوعون عن ومدافعون عن حقوق الإنسان هيئة تحرير بارتكابات جرائم ترتقي إلى وفق طبعا تصنيف الأمم المتحدة إلى جرائم حرب، ونظمت تظاهرات احتجاجية على ما تفعله من هذه الممارسات. يبقى إذن هي لا تختلف كثيرا عن نظام بشار الأسد، لا تختلف كثيرا عن داعش وعن القاعدة وعن كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة في الموجودة في الوطن العربي، وارتكبت حماقات كثيرة جدا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دعمتها بشكل أساسي منذ البداية. طبعا هيئة تحرير الشام قامت بفتح يعني باب للتجنيد وتدريب مقاتلين أجانب، وما ساعدها في نشر الإرهاب في خارج سوريا. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترصد 10 مليون دولار لمكافأة للجولاني وهي تعرف مكانه، فهذا يؤكد على أن هذا المبلغ الكبير يعكس خطورة الجولاني التي تريد أن تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية للرأي العام، وليست الخطورة الحقيقية. ونعم خطر على الوطن العربي وخطر على الأمة العربية، وتأثيره المستمر لقضاء قائد لتنظيم إرهابي يتحول بشكل كبير جدا إلى قائد دولة كبيرة مثل سوريا. يعني أنا أعتقد أن هذا خطر داهم على الأمة العربية كلها. طبعا الغرب يرى أن تنظيماته لا تزال تهدد الاستقرار في سوريا، وأن المنظمة اللي هي هيئة تحرير الشام تعرقل أي حلول سياسية. والجولاني حاول مؤخرا تحسين صورته ليبدأ كزعيم محلي وليس إرهابيا عالميا، ولكن لم ينجح في التخلص من تاريخه الدموي أو تورية نفسه من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. هذه هي شخصية الجولاني منذ أن كان طالبا في كلية الطب، ثم توجه بعد ذلك من 2001 أحداث 11 سبتمبر إلى هذا الفكر المتطرف، إلى أن مكنته الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يستطيع فرد بمفرده أن ينشق عن تنظيم مثل داعش والقاعدة، ثم بعد ذلك يكون هيئة تحت اسم تحرير الشام، ثم يرتكب مجازر كثيرة جدا، ثم يصنف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب أنها منظمة إرهابية، ثم يصنف هو قائدها أنه إرهابي، ويريدون أن يحصلوا يعني يرصدوا مكافأة كبيرة جدا. وفي نفس الوقت الجزيرة البي بي اس الأمريكية هي التي تستطيع أن تصل إليه وتجري معه حوارا
ويظهر شخصيته في الفترة الأخيرة أنه يريد أن ينفذ المخطط الأمريكي للاستيلاء على سوريا وجعلها خاسرة الرخوة في ظهر الأمة العربية حتى تحقق المريد. كل ما لدي عن هذه الشخصية، وأعتقد أن الذين يدركون جيدا في علم النفس وفي تكوين الأشخاص وفي طبيعة وإيديولوجية الشخص يدركون أن الجولاني أو أحمد الشرع هو خطر كبير جدا على الأمة العربية، وأنه سوف يقبل أي حلول وسيسعى جاهدا إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب ورفع تصنيف هذه الهيئة حتى يمكنها بشكل شرعي من مقاليد الحكم في سوريا. نلتقي بكم إن شاء الله في دقائق تالية وحلقة جديدة عن ما يحدث في سوريا، ونحن نحاول أن نأخذ الأحداث ونحللها من جوانب مختلفة بعيدا عن الطرح الإعلامي. ما نقدمه هو معلومات نستطيع أو نقدم لها تحليل ورؤية، وهذه التحليل والرؤية قد تختلف من شخص إلى آخر، لكن المعلومات مؤكدا أنها حقيقة وأنها واقعة، وأن المشاهد التي تحدثنا عنها من الواقع الذي حدث في الفترة الماضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق مع محمد فتحي الشريف.